هلا بنات، السلام عليكم. هلا عيني، شاركونا البث بنات، خلي يصعد. شاركونا البث بنات، خلي يصعد عيني إذا ممكن. بنات اليوم عندنا تيشيرت مطلوب من عندنا ننفذ نفسه. عليكم السلام، هلا وقلبي. هذا بقى بنات نفس الموديل بالضبط، مطلوب من عندنا ننفذه على هذا القماش. زين عيني، مثل ما تشوفون تيشيرت بقصة على الصدر، بمسطرة لتحت الصدر. زين عيني، بهاي الياخة اليابانية الواقفة، وطبعا هو بيه هواي افكار، فاحنا مطلوب من عندنا انه احنا ننفذه نفسه بالضبط. زين عيني، ومن الاسفل شنو بيه؟ سلبي، يعني الامام كات عدل والخلف مالته مدور مثل ما تشوفون. باعي الامام عدل كات جاي، بس الخلف مدور يكون اطول. زين عيني، وهاي المسطرة تشوفوها، هاي لازم من نشتغل لازم ناخذ نفس الابعاد بالضبط، حتى يعني نجيب استنساخ للزبونة. زين، والردن مالته نفس هذه بالضبط، هم عدلة سلم وبيها بصمة. زين عيني، هسه راح نبدي نفصل التيشيرت اول شي، وبعدين نبدي نوضح هاي التفاصيل، طول المسطرة، شقد يعني عمق الحفرة. اشوف الزبونة شقد جايبت القماش، ما اعرف يعني هي شقد مشتريت، متر ونص، مترين، متر، اشوفه يكفي هذا الفصال لو ما يكفي. هاي يعني قبل كل شي. هسه هاي اللي هنا متر ونص، وهاي تقريبا ربع، يعني تقريبا 2 الا ربع هي جايبت لنا. هاي 2 الا ربع جايبت لنا. زين، اولا شو اسوي؟ اطبق القماش 4 طبقات بالطول، بس اشوف وجه وقفل القماش، هذا وجه. زين عيني، اطبق القماش 4 طبقات بالطول. هنا اولا احنا عندنا تيشيرت، هاي واحد يعني ما يحتاج نفصله طريقة الايد برجل. والشغلة الثانية انه هذه زبونة قياساتها كلش ناعمة. شفتوا التيشيرت قياس 38، شفتوا التيشيرت قياس 38، فيكفي كلش كافي انه انا اطبق القماش بالطول 4 طبقات. زين عيني، طبقت القماش 4 طبقات بالطول. زين، هسه اول ما ابدي، طبعا انا مثبته القياسات مالتها على الورقه، مثبته مقاسات الزبونه على الورقه لين اخذت مقاسات التيشيرت بالضبط. اول ما ابدي احدد شلون نعرف كم متر نحتاج. يعني هيك شي يراد له متر ونص، هيك شي يراد له متر ونص كلش كافي. ليش؟ لانه هنا الزبونه قلنا قياساتها ناعمه، مو قياسات ضخمه. بس لو كانت الزبونه قياساتها ضخمه لا يحتاج لنا مترين، وهو سلبي طبعا قطعه الخلف طويله. زين عيني، فكل ما كان قياس الزبونه يعني شلون نقول كبير، كل ما نحتاج كميه قماش
أكثر. وبالعكس إذا كل ما كانت القياسات ناعمة كل ما نحتاج قماش أقل. زين، هسه أول شيء أول فقرة أبدي بيها إن التيشيرت هذا سلبي، يعني من الأمام قصير ومن الخلف طويل. وهنا الزبونة مأكدت لي إنه هذا قياساتها كلش حلوة عليها وتريد استنساخ. فأول شيء من أجي جيت أخذت الطول إلى أطول نقطة اللي هي نقطة الظهر، يعني ما اعتمدت على نقطة الأمام اللي هي أقصر شيء، لا اعتمدت على قطعة الظهر اللي هي أطول شيء. زين، جيت أخذت القياس الطول من أعلى نقطة بالكتف إلى أطول نقطة بالتيشيرت. باعي هاي هسه عندي هاي أطول نقطة 90 سنتيم. 90 سنتيم. زين، أنا خو ما أجي أشتغل على 90، لازم أحسب حساب عندي خياطة هنا، ولازم أحسب حساب عندي خياطة هنا، ودورات ما تحسين نفسك اللي أنت ماخذك الواهس ومطيرتك في السنتيمين 3 بالفصل. فدائما ننطي احتياطات. يعني هنا عندي طول التيشيرت 90، احنا ننطيه 5 سنتيم زيادة فيصير 95. زين عيني، احنا الدبل كلوش يمكن البث اللي قبل هذا سوينا الدبل كلوش، وتلقيه المقطع موجود بقناة يوميات شموسة وسمسوم. احنا المقطع اللي نسوي هنا ينزل بالقناة، لو قناة خياطة الشمس للسيدات اللي دشاديش مختصة بالدشاديش، لو قناة يوميات شموسة وسمسوم ننزل بيها هيجي موديلات. زين، اجي قلنا اطول نقطة عندي 90، اضيف لها لازم 5 سنتيم راح يصير 95. اجي احدد ال 95 مالتي هذا. انا هنا سويته 96، سويته 96. لين قلت لكم بنات دورات بالقص ما تحسين الا مطيرتك سنتيم سنتيمين. هنا عندي الكتف للزبونة 38، راح اضيف له سنتيمين صارت 40، نص ال40 20، اذا ادخل منه الى هنا 20 سنتيم. حددت عرض الكتف، راح اجي ادخل منه الى هنا 7 سنتيم. قلنا بالقياسات الناعمة ندخل 7، وبالقياسات الممتلئة ندخل 8. زين عيني، النزول مالتنا راح يكون 3. اجي ارسم الاستدارة مالتي مال حفرة الرقبة. بعدها ابدي اشتغل الميلان. شوف القماش مالتي مو عدل. هاي طبعا احنا دائما هاي المشكلة اللي ندخل بيها من التفصيل وتكملين، من تجين ترفعين تلقين القماش ما متساوي، ناس طويلة وناس قصيرة. زين، هسه عدلت شوية. من عندك من هاي النقطة تنزلين ميلان كتف 4 سنتيم، وطبعا هذا الميلان 4 سنتيم جدا ضروري، زين حتى يعدل لك الكتف وشلون نقول يعطيه تقعيدة أفضل. هذا سوينا ميلان كتف 4 سنتيم. زين عيني هذا. زين، هسه هنا عندنا من بعد الميلان هذا راح ننزل 19 سنتيم بمقدار نص الكتف الأصلي للزبونة حتى نحدد منطقة الصدر هاي، ونتأكد انه احنا المسافة عندنا منا الى هنا اللي هي 20 لازم تكون نفسها منا الى هنا 20. دائما الخط مالتي لو يطلع رايح بعيد لو جاي هنا وراح يسوي لي خطأ او خلل بالفصال. هسه هاي عندنا حددنا منطقة الصدر. زين، اجي ارسم هذا الخط مالتي، وهنا لما تبدين تحددين منطقة الصدر تعتمدين على عرض الكتف. ايش قد عرض الكتف الاصلي؟ فرضا 40 نص 20، من بعد الميلان تنزلين 20. فرضا عندك الكتف الاصلي 46 نص 23، من بعد الميلان تنزلين 23، وهكذا باقي المقاسات. هنا هسه اجي ربع محيط الصدر 25، وهذه عندي ال 25 من هنا الى هنا. زين، عندك هاي المسافة تطلعين 3 سنتيم، هاي ال3، وعندك هاي المسافة تقسميها بالنص اللي هي 19 نصها 9 ونص، هاي تدخلين نصف سنتيم للداخل من هنا، وتجين تبدين ترسمين حفرة الإبط.
تبعي صارت عندي استدارة حفرة الإبط. زين، أجي هسه أريد أحدد منطقة الخصر. من أعلى نقطة بالكتف هاي أنزل 38 سنتيم بمقدار الكتف الأصلي مالتي حتى أحدد منطقة الخصر. هنا عندي ربع محيط الخصر 24، أجي منه لهنا أثبت هذه 24 وأوصل خط بين الصدر وبين الخصر. زين، أريد أحدد الورك. من نقطة الخصر هذه اللي حددناها ننزل 20 سنتيم نحدد مكان الورك. هاي نزلنا من نقطة الخصر 20 سنتيم حددنا منطقة الورك. هنا عندي ربع محيط الورك 26، أجي أحدد هذه 26. وطبعا أنا حتى الديال من جوا عرض الشليل من جوا هم ماخذة الهيال. هنا عندي عرض الشليل للتيشيرت 30، أجي منه لهنا هذه 30 حتى يطلع نفس المقاسات ضبط بالنسبة للتيشيرت اللي من اثنينات زبونة. أجيب مسطرة أخطط بيها أفضل مما ترسمين هاي الخطوط بإيدك. هسه أجي، وطبعا احنا هنا دائما ننطي احتياطها ب3 سنتيم. زين، هسه أجي شو أسوي؟ أبدي أقص. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه فصلنا الأمام والخلف، راح نحدد القفا. هذا الخلف هسه مبين القفا مالته، أو هن متساويات اثنيناتن، بس الثاني حتى أعرف هذا القفا مال القماش. راح أرفع هاي الطبقة مالت، نعتبر هذا خلف، وهاي البقعة عندي نعتبرها الأمام. هسه نبدي نشتغل هاي الحفرة والقصة والمسطرة اللي عندنا. أولا أنزل ميلان كتف 2 سنتيم، أنزل ميلان كتف للأمام 2 سنتيم، وهذا الميلان ضروري على مود عندي القطعة ما ترجع للخلف. ومنها ندخل 2 سنتيم، هاي نبدي 0 ندخل 2 وننهي ب0. طبعا هذا الموديل قادرين نسويه فستان أو جلابية كبير، هم حلو يطلع. زين، هسه أجي شو أسوي؟ أبدي أشتغل الحفرات مالتي. أولا أرجع للتيشيرت أشوف الحفرة هنا قد هم مسويها، أجي أقيس. هاي 12 سنتيم، منه اللي هنا أنزل 12 سنتيم، هاي أسوي هذه الحفرة. زين، هاي أول خطوة. الخطوة اللي بعدها أجي أشوف المسطرة مالتي هاي لوين طولها، والمسطرة تشوفون شلون جاية 7 وبعدين نازلة، شلون راح نشتغلها؟ هذه تجين منها عندك هذا خط المنتصف، هذا ايش قد عرض المسطرة منه؟ ايش قد عرض المسطرة منه؟ هاي عرضها 2.5 سنتيم. وش قد طول هذه التسبيعة مالتها؟ ايش قد طول التسبيعة مالتها؟ هاي منه اللي هنا 12 سنتيم. أجي أحدد عرضها، قلنا 2.5، هاي 2.5. وش قد طول التسبيعة مالتنا؟ قلنا 12 سنتيم، هاي 12 لهنا. هاي زين، هاي أول فقرة، إنه أني أحفر، هاي أحفرها بهالشكل. زين، وبعدين راح يدخل عندك هنا عندنا أصلا هي المسطرة كلها قد طولها 27 سنتيم.
هاي منا لهنا 27 سنتيم، هاي منا لهنا 27 سنتيم، راح تكون لهنا هالشكل. زين راح اقص منه سنتيم هذا، طبعا هاي يعني ما اقصها دائما، يعني ابو حيدر من يشتغل يقصها لان هو يخيط، بس هاي شويه بيها فيكه يعني، وهاي تنقص بشكل مثلث. هذا زين، ارجع للسبعه هذه احفر من عندها منا بنات 2 سنتيم، اقص من عندها حتى تبين عندي السبعه. هاي 2 سنتيم تنقص هالشكل، وارجع هاي الحفرة مالتي شوية اعدل. زين شوية، هي هاي مو سهلة، يرادلها شوية دقة ويرادلها شوية تركيز، وهنا لازم يصير بيها خياط من هنا. طبعا نبغى استحقاق خياط لازم. واحنا لازم نسويها اطول من الفتحة. نسوي بها، نخلي بها طول شوية، ما نسويها على القد. هنا ننطي سنتيم، هذه من هنا من برا لازم ننطي سنتيم استحقاق الخياط. هاي بحيث هاي التسبيعة عندك تكون واضحة ومبينة بارزة. هاي شوفي بنات هاي شلون انقصت، بحيث هاي التسبيعة عندك واضحة. زين هاي هسه راح نخلي لها لاصق، لازم تتخلالها اللاصق. هسه ايش عندنا بعد؟ هسه نسوي الردان، نطلع الردانات، وبعدين نرجع للأمام. هنا عندنا بيه قصة، الأمام هذا بنات عندنا بيه قصة. زين هاي القصة شقد طولها، لازم أحسب النزالات مالتها، يعني نزالها من ناجدة ونزالها من ناجدة. هذه بقى منا إلى هنا طولها 21، ومنا إلى هنا شقد طولها، منا إلى هنا 13. هاي 13 هذه، ومنا إلى هنا هذه 21. زين نشوف هذه التسبيعة مالتها وين جاية، نازلة شوية عن هاي الزاوية. بعد شلون نازلة شوية عن هذه الزاوية، تقريبا بإصبع كذا.
هاي لازم ينقص غير. زين عيني لازم ينقص غير. زين يبقى هنا عندي طول الأمام حتى أقصه عدل. أرجعها هاي هنا وأقيس طول الأمام على مدى قص السلبي مالته. شقد طول قطعة الأمام. طبعا هو شوية دوخة هذا التيشيرت بهواي تفاصيل، بس ما أعرف ليش حبيت أفصله قدامكم. هذا 80 طول قطعة الأمام. رجعها وكأنما على طبيعتها. أجي أقيس 80 بس أحسب حساب عندي هنا خياط الكتف، أنزل 80 سنتيم وأحسب حساب عندي كفة يعني 82. أقصها بشكل عدل. أرجع لقطعة الخلف أساوي الاستدارة مالتها من جوا. أخليها على قطعة الجانب مالت الأمام، أخلي منها جانب على جانب، وأشوف هنا ايش قد صار عندي نقص بالطول من هنا. أجي أقص هاي أحفرها بشكل مدور. زين هاي في الشكل ينقص الاستدارة. هسه نرجع عندنا الياخة بعد لازم نقصها، وهاي نقص وحدة غيرها، هاي ما أحتاجها بعد. فقط عندنا الردان. هنا عندي طول الردن مع البزمة تقريبا 57. هنا عندي طول الردن مع البزمة 56. فأجي أقيس 56 وينها. هاي عندي 56 راح أنزل منه 14 سنتيم. هنا عندي أرض الزند أصلا أنا قايسته على القميص، أرض الزند للقميص 18. فأجي هاي منه هنا هاي 18، وعندي أرض الأرض 12 هاي 12، وأوصل خط بيناتهن. أجيب هاي المسطرة مالتي مال الردان أقعدها ويا خط الزنن، وهنا عندي هاي التقويسة مالتي، وأجي أرسم حفرة الردان. ولا ننسى طبعا هنا ننطي احتياط 3 سنتيم. هنا الردن أنا دائما أسوي بها أمام وخلف. أجي هنا الدنة هذا مو عندي هذا النص، الدنة في السنتيمين للأمام وأقرط، يعني ما أسوي القرضة هنا، الدنة في السنتيمين حتى الردن عندي ما تفتر. وهنا عندي هاي المنطقة أنزل 3 سنتيم، أبدي 0 أدخل 3 وأنهي ب0 أيضا. هاي باي أبدي 0 أدخل هاي 3 وأنهي ب0. زين عيني. وأجي أحدد هاي الأمام وأشرهم طبعا القماش لأنه حتى الوجه من القفة مفرزنة.
فقط عندنا بس الياخة والبظمة. البظمة من هذا القماش المتبقي من هنا نسوي البظمة. البظمة راح تكون طولها 25. هاي 25 اللي هنا. هاي 25. والعرض هذا كلش هواية. أنا أخذه على عرض البظمة مالتها شقد ارتفاع البظمة مالتها. هذا ارتفاع البظمة 4 سنتيم، وننطي سنتيم استحقاق الخياط راح تصير 5 سنتيم. وهاي ال5 زين اني اقص هذا الزايد. فقط عندي بس الياخة طبعا انا ماخذه المحيط مال هاي مالت التيشيرت الاصلية. اجي هذا القماش عندي اطبقه هاي. هسه اريد اسوي الياخة. هاي الياخة اليابانية الواقفة اللي تجي قطعة واحدة. هذا القماش طبعا مطبق 4 طبقات. هنا عندي طول الياخة بالتيشيرت هذا 40، نضيف لها سنتيم راح تصير سنتيم راح تصير 42 مال الخياط. نص ال 42 21. فنيجي نقيس من هنا لهنا. هاي 21 مالتنا. أهم شي عندي هذا خط بالمنتصف يعني عدل ومضبوط همينه. اليوم ماكو لا تكبيس لا مشاركات لا مشاهدات. هاي 21 هياته زين اني. هذا عندنا هو هذا الخط العدل. اجي اصعد منه بنات 3 سنتيم هذا، وابدي اتدرج الى ان انهي بصفر. زين ايش قد عندي ارض الياخة هنا بالتيشيرت مالت الزبونة؟ اربها تقريبا 3 سنتيم. ننطيها سنتيمين مالت الخياط راح تصير 5 سنتيم. اجي اقيس هاي 5 سنتيم، يعني لازم تكون كلها منا لهنا 5 سنتيم، منا لهنا 5 سنتيم. يعني من هذا الخط اللي اني درجته ضعي هاي 5، هذه منا لهنا 5 حتى تطلع عندي بشكل طيراج وما تطلع عدلة. هذا اللي ياخذ انقصت عدلة ما تجي مضبوطة تبوط على الرقبة، لازم تنقص ترسم وتنقص بهالطريقة هذه. هالشكل. هاي من البداية مالتها شوية تدور، يعني تدويرة خفيفة جدا. هاي الياخة. هسه هنا بنات خلصنا الفصال. إن شاء الله استفاديتم من المعلومات البسيطة. زين اني شاكرة حضوركم. هذا المقطع راح ينزل بقناة خياطة الشمس للسيدات. زين اني إن شاء الله في الساعتين ننزل لكم إياه بالقناة تقدرون تستفادون من عنده. مع السلامة.